وزير اعلام، مش قضيتي وزير الاعلام، هنا بقى قضيتي الوزير. هو هنا بيتكلم عن الوزير والاعلام الخصم في هذه القضيه. اما يحصل عليه من مزايا ماليه سواء كانت بصفه مرتب او بدلات او مكافآت او حوافز او اعانات او هبات او عمولات ايا كانت تسميتها، او اي مزايا ماليه اخرى تحت اي مسمى، او اي مزايا عينيه اخرى، وما اذا كانت تلك المزايا الماليه تصرف شهريا او سنويا ايا كانت الجهه التي تصرفها جميعا، سواء من وزاره الاعلام او مجلس الوزراء او اي جهه اخرى في الدوله او احدى الوحدات ذات الطابع الاقتصادي التابعه للدوله، او تلك التي تساهم فيها الدوله باي نسبه من النسب، مع بيان الاداء القانونيه لصرف كافه تلك المزايا وتاريخ الصرف. انا بقول للست المستشار خفاك، انا يعني ما ساعدتش بلقائه، لكن بقول له ان يعني ولا حد هيرد عليك، ما حدش هيرد، ولا وزير هيطلع الكلام ده. انما ده المفروض ان احنا في العهد الجديد اللي الشعب عمله دوت وخرجوا وماتوا واستشهدوا، كان اول ما يوصل الكلام دوت يوم اول واحد يطلع كشف الرئيس. الرئيس يقول انا مرتبي كذا وباخد كذا وباخد حوافز كذا وباخد مزايا كذا وباخد حاجات كذا وباخد حاجات كذا. هل هتقولوا لي ان الرئيس بياخد 4 5000 جنيه في الشهر؟ طب يعيش بيهم ازاي؟ طب هو بياكل من الرئاسه ولا من بيته؟ طب عايش وعنده ما شاء الله 4 شباب زي الفل، ربنا يديهم الصحه. بيجيب لهم، بيدخلهم الجامعه منين وبيصرف لهم منين وبيعمل منين ب 4000 جنيه في الشهر. انا مش رافض ان رئيس الجمهوريه يبقى مرتبه 100000، بس الناس تعرف، الناس عارفه مرتباتنا كلنا. اشمعنى احنا فاتحيننا بمرتباتنا مع ان احنا بناخدها بالقطاع الخاص، ما خدناش حاجه من الحكومه ابدا. اشمعنى احنا مفضوحين ولاعيبه الكوره مفضوحين والممثلين مفضوحين، ده بياخد مليون وده بياخد 10 مليون وده بياخد، فاتحيننا احنا ليه؟ على الاقل دي فلوس قطاع خاص. انما فلوس الدوله دي بتدفع من ضرائب الناس الغلابه، من ضرائب الناس التعبانه. لازم الناس تعرف فلوسها بتتصرف في ايه. عشان كده احنا هنناقش الموازنه دلوقتي نقول لكم فلوسكم رايحه فين، عشان تبقوا عارفين. لازم ده حقكم. افهموا الموازنه دي. الموازنه دي مش كلمه اقتصاديه مكلكعه، انا ما تهمنيش في حاجه. الموازنه دي عباره عن اللي داخل لنا احنا كدوله، او احنا كبيت كعم محمد، الحاج محمد، اللي داخل له عنده كشك سجاير وعنده قهوه وعنده مصنع بيبسي وعنده مش عارف ايه لبسي وعنده ايه بتاع وحاجات زي كده. بيدخل بيصرف على ايه بقى هو محمد؟ على العمال دول كلهم والموظفين دول كلهم، وبيوديهم مستشفيات وبيعمل لهم اراضي عشان يمشوا عليها وبيعمل لهم صرف صحي وبيعمل لهم مش عارف ايه، ودول الموظفين في المقابل ده بيدوا له ضرايب. ادي القصه كلها، ادي قصه الموازنه والارقام اللي تخوف الحاجات والالفاظ العجاله دي اللي بتتقال. ادي القصه كلها، مصروفات دخل ومصروفات. ادي كل الحكايه الاقتصاديه، دخل ومصروفات. احنا دخلنا اقل من مصروفاتنا. لو بنعمل ايه بقى؟ يا عم محمد بدل ما يجيب 6 بدل، ما هو عم محمد ظروفه مش وحشه، بدل ما يجيب 6 بدل يجيب 4، وبدل ما يجيب 12 ده نبدا بعم محمد، وبعدين ننزل في الاقل في الاقل في الاقل في الاقل لغايه ما نوصل للعامل الغلبان نقول له بدل ما تجيب 5 رغيفه خليهم 4. ماشي الحال. انما مش خليهم رغيفين وعم محمد يحتفظ بجرافطاته زي ما هي وبدله زي ما هي، وخليهم رغيف وعم محمد يركب المرسيدس زي ما هو. لا، احنا راكبين المرسيدس بفلوسنا، هم راكبين مش بفلوسهم، بفلوس عم محمد. هي دي الفكره، هي دي الفكره ببساطه. هيشرحها لنا احمد سيد النجار النهارده شرح وافي وادق من اللي انا بقوله بكتير جدا جدا. احنا ضيعنا الوقت جامد قوي.